واحدة بتقول: انا مش عارف يا جماعه، انتوا كل مشاكلكم بقيتوا بتنزلوها في الجروبات وفي البوستات والحاجات دي، يعني اهلك قصروا في ايه؟ يعني ما تشتكي له. صحابك قصروا في ايه؟ ما تشتكي له. ليه بتنزلي في جروب؟ وليه بتنزلي في صفحه؟ وليه بتفضحي نفسك كده على النت؟ مش مع انكم بتعملوا مجهول الهويه في الاخر. واحدة بتقول: في حد عاوز يتقدم لي بس أنا كلية وهو دبلوم، بس شغال تقريبا عامل في البترول وهيتثبت وبيحبني قوي وأخلاقه كويسة. رأيكم أرفض علشان دبلوم مع قلب مجروح، ولا أوافق علشان راجل وبيحبني مع قلب سليم؟ أنا هو الرأي بس مش دلوقتي، يعني مش هتنقط دلوقتي، يعني خلينا الأول نشوف التعليقات وبعد كده نشوف إيه اللي بيحصل. واحد بيقول واحدة بتقول: صلي وشوفي، وعامة أنا رأيي توافقي. ماشي. واحدة بتقول: والله مش شرط طالما أخلاقه حلوة وشكله مقبول بالنسبة له. بالنسبة له إيه؟ وفي تفاهم، اتوكلي على الله وصلي استخارة. ما هي. واحدة تانية بتقول: استخارة توافقي علشان بيحبك. معظمكو معظمكو يا بنات بيفرق معاكو معظمكو يا بنات بيفرق مع كله كده. يعني يكون. واحدة ثانية بقى بتقول: بص يا حبيبتش، الشهادة مش كل حاجة، بس التوافق برضو مطلوب علشان ما يجيش قدام بعد الجواز يحس بنقص ويطلع كل ده عليكي. انا مش عارف، انت مش فاهم. هقول رأيي في الاخر، هقول رأيي في الاخر. وتتضايقي بعد كده بعدين، فاقعدي معاه وحاولي تفهمي شخصيته كده، ولو حسيتي انه شخص كويس فكملي وربنا يكتب لكم الخير. يعني مش فاهم، هو هيحس بنقص ان انت اعلى منه في التعليم؟ انت في البيت بتعملي ايه؟ انت في الاخر هيبقى مكانك فين؟ في البيت. هو هيحس بنقص ليه؟ هتقعدوا تتكلموا انجليزي مع بعض، ولا هتقدمي له السي في، ولا ايه؟ مش فاهم. ولا هو الاتش ار بتاعك يعني وهيوجه لك شويه حاجات، ولا مش فاهم؟ مش فاهم دماغكم. طيب مبدئيا كده، احنا كرجاله ما بنبصش لمستوى التعليم. ايه ده ما بنبصش لمستوى التعليم بتاع البنت. اهم حاجه عندنا ثلاث حاجات: اخلاقها، طريقه تفكيرها، وان هي تسمع الكلام. مش تسمع الكلام اللي هو لا. مش في نظرك يا نسوية يا بيت، مش في نظرك كنت هشتم بس قشطة. مش من اللي في دماغك ده، انا عارفك مش من اللي في دماغك. تسمع الكلام بمعنى ايه؟ ما تنهدوش كتير، يعني ما تبقاش نائر ونقير دايما كده، والكلمة اللي يقولها ليه؟ اقنعني. لا مش مقتنع، مش هعمل، مش على هواي. احنا ما بنحبش كده، احنا ما بنحبش كده. تمام. احنا اللي احنا بننصح بيه ما عايزينه يتعمل، ما عايزين نريح دماغنا عشان الحياه تمشي. مش دايما كل شويه لا واقفلي على الواحده كده، لا مفيش الكلام ده. اقعدي في بيت ابوكي، خليه يكمل صرف عليك لحد ما يموت، وبيشوف بقى مين اللي يصرف عليك بعدين طالما انتوا بتفكروا بيها كده. تمام. فكلمه ان هو تعليمه قليل ومش قليل، والله يا بنت ما هيفرق معاه ولا بيفرق معانا اصلا. انت شهادتك ايه؟ ان شاء الله ما تكوني مش متعلمه بس بتعرفي تقري يعني تعرفي تقري تكتبي وتعلمي العيال. لان انت مهمتك كأم ان انت تربي العيال تربيه صح، علشان ما نشوفش اشكال وسخه موجوده في المجتمع بتاعنا. لان معظم الاشكال الوسخه اللي موجوده في المجتمع بتاعنا دي بسببكم. بايه؟ بسببكم. سيبني اقول كده. يعني هتقولي لي لا، ما هو الراجل مطلوب منه ان هو يربي برضه. والله الراجل على قد ما بيربي بيعرف يربي. هو مش مطلوب منه ان هو يربي قد كده، يعني اللي هو بيبقى مفشوخ طول النهار في الشغل، بيرجع من الشغل قرفان من الخلق الوسخه اللي بيشوفها في الشارع. فبيرجع بدل ما بيرتاح بقى ويفصل دماغه، لا بيتفشخ برضه في البيت. فمش ناقصه الله يكرمكم بقى، فاهمين؟ طيب نكملوا التعليقات. هو لما الرسول قال تقبلوا الراجل، ذكر التعليم ولا الدين والاخلاق؟ فعلا يعني الرسول بيقول: اذا اتاكم، مش فاكر الحديث بالظبط يعني، بس مضمون الحديث يعني لو جالكوا اللي تقبلوه دينا وخلقا فزوجوه. ما قالش تعليم، ما قالش فلوس، ما قالش دين وخلق. دين يبقى هيعرف يتقي ربنا فيكي، ويبقى عارف احكام الدين، ويبقى عارف كل حاجه عن الدين فهيعاملك بالدين. خلقا برضه هيبقى مرتبط بالدين يعني. نكمل. شوفي طريقه تفكيره. في حاجات ما بتبانش قبل الجواز. صلي استخاره وقرري.
يعني انا مش فاهم، طالما هو كله بالاستخاره يعني احنا كده يبقى نعيش حياتنا كلها باستخاره. هو هو حلو وكل حاجه، بس مش ده التوكل بجد يعني، مش ده مربط الفرس. فاهمين؟ واحد بيقول انا مش عارف انت واحده ولا واحده، بس قشطه يعني. هو حضرتك هتعاشري الشهاده بتاعته؟ لما تتعبي الشهاده بتاعته هتطبطب عليكي؟ لما تتخانقوا لا قدر الله يعني الشهاده بتاعته هتحل المشكله اللي بينكم؟ هو حضرتك هترتبطي بالشهاده يعني؟ خد قلبي اهو. لو انت بنت سحبت البوسه تاني اهو. عموما هو حقك، ما دام انت حاسه ان انت مش قابله النقطه دي في حقك، فحقك ان انت ترفضي. بس هي الفكره انه الشخص كويس ومحترم وابن ناس ومستواه معقول بالنسبه، هو انت اللي بتتكلم عنه ولا ايه؟ ما علينا. ومستواه معقول بالنسبه لك، فنقطه التعليم دي محدش بيتكلم فيها، بس واضح ان هي فارقه معاكي. ايه؟ بس واضح ان هي فارقه معاكي، فربنا يرزقك باللي بتتمنيه، وهو ربنا يعوضه خير برضه باللي تتقبله زي ما هو. والله يا جماعه، انا من رايي يعني 3 حاجات. اولا، طالما الراجل بيقدر يجيب الفلوس، مش بقى يصرف بقى، وعشان انتوا مفهوم الصرف عندكم مختلف شويه. طالما بيقدر يجيب الفلوس، اهلا وسهلا. طالما اخلاقه كويسه، اهلا وسهلا. طالما عارف ربنا، اهلا وسهلا. غير كده ما يعيبش الراجل حاجه.